بدر تركستاني معك، نائب رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي. يا هلا والله يا بدر والله. يا هلا استاذ بدر، كيف الحال؟ طيب ان شاء الله. كيف حالك؟ طيبين والله بخير الحمد لله. اول شيء خليني اسالك بحكم انك انت يعني احد القريبين من الاهلي في سواء في هذه الفتره او في فترات ماضيه، دائما ما نسمع انه جماهير الاهلي كانت سر في تفوق الاهلي في هذا الموسم وعودته بشكل قوي للمنافسه على الدوري. والله الحمد لله، الكل يعني الاعلام المرئي والمقروء والكل بيتكلم عن يعني حتى المسموع بيتكلموا عن جماهير النادي الاهلي في السنتين الاخيره. اصبحت ظاهره تفوق للفريق الاهلاوي الحمد لله. صحيح. يعني هذه الحمد لله ما جات من فراغ، يعني فيها عمل وفيها جهد وفيها دعم كبير بدأ من يعني رئيس هيئه اعضاء الشرف سيدي صاحب سمو الامير خالد بن عبد الله، ومرورا بمجلس اداره النادي سمو الامير فهد بن خالد واعضاء مجلس الاداره واعضاء الشرف الداعمين للالتراس الاهلاوي، الالتراس الملكي وجماهير الملكي. يعني بكل امانه انا اوجه تحيه عبر برنامجكم الرائع وقناتكم الرائعة. يعني بصراحه يعني اذاعه اليو اف ام وجماهير الملكي اقول لهم ان شاء الله باذن الله، يعني احنا باقي 6 جولات مهمه جدا والاهلي يعني قريب. ما بقول لك يعني في منافسه كبيره، يمكن شايفين الاربع المراكز الاولى كل فريق يبعد عن الثاني بنقطه او نقطتين. فحتكون منافسه صعبه جدا. يعني لا تستغرب اذا ممكن الاتفاق يكون الرابع يجيب الدوري والهلال او الشباب او الاهلي. طبعا صحيح. سمعت احد بيقول انه الاهلي غاب ربع قرن او شيء عن بطوله الدوري. احد المختصين او اللي بيرسلوا لكم رسائل، بعض الرسائل صحيح. الاهلي فعلا الاهلي اختفى 25 سنه عن بطوله الدوري، ولكن لم يختفي عن البطولات. صحيح. انديه ثانيه غيرنا 25 و20 سنه عن تحقيق اي بطوله حتى لو صحيح. كانت وديه حتى. جميل. لكن الاهلي الحمد لله استطاع يعني حقق كؤوس خليجيه، كؤوس عربيه، صحيح. كؤوس ولي العهد، كؤوس كثيره، لكن هي بطوله الدوري هي اللي ظلت يعني غائبه يعني الفتره اللي راحت. لكن باذن الواحد الاحد بمجهود اللاعبين، بوقفه الجماهير، بشغل الاداره الحاليه وجهات كره القدم، يعني الكل الحمد لله في شغل جبار قاعد يصير في الاهلي. وفتره التوقف هذه الكل يمكن سمع عن اصابه الكابتن معتز الموسى في المنتخب. صحيح. يعني هذه برضها ضربه موجعه، ولكن الحمد لله انه في فتره توقف نقدر ان شاء الله انه نعالج الامور هذه. واللاعب ايضا كاماتشو مصاب اصابه بسيطه وان شاء الله حيرجع على المعسكر في دبي. فالاوضاع ان شاء الله فتره التوقف هذه ان شاء الله انه نستفيد منها. لا تنسى ان 6 جولات جدا صعبه في الدوري. اخر 3 جولات الدوري حتكون متداخله مع 3 جولات ايضا في البطوله الاسيويه، فبالتالي حيكون ارهاق كبير وجهد مضاعف من اللاعبين حيكون موجود. وانا طالب عبر الاذاعه واللاعبين جميعهم والجماهير بالوقفه الصادقه. اللاعبين ان شاء الله يعينهم، عليهم ضغط كبير، لكن يعني يعرفوا انه وراهم جمهور ملكي، جمهور راقي، جمهور يعرف متى ما حضر. صدق ما في شيء يصعب على جمهور الاهلي او على لعيبه الاهلي. جميل. انا عبر البرنامج اوجه رساله خاصه لجماهير النادي الاهلي بالوقفه الصادقه. الايام الجايه هذه ايام طيبه، والشهرين الجايه هذه تعتبر يعني مسيره صعبه جدا، لازم ان احنا نوقف مع الفريق. اطالبهم بعدم يعني ضغط لاعبين اكثر. الدوري ان شاء الله باذن الله راح يجي. الكل بدايه الموسم ما كان يرشح الاهلي ينافس على الدوري. بدايه الموسم عبر النتائج اللي كانت موجوده العام في الجواري والسنوات اللي راحت في الدوري، الكل كان مستبعد ترشيح الاهلي. صحيح. ولكن لما عاد الاهلي عادت هيبته كبطل لكاس الملك، دخل الدوري هذه السنه وهو بطل. يعني هيبه البطل عادت الحمد لله لنادينا. فنطالب الجمهور بعدم الضغط الكبير على اللعيبه، الحضور والوقفه الصادقه، وعدم التجريح في اللاعبين. وهناك بعض الدخلاء اللي بيحضروا مثلا مباريات، انت عارف انه الان يا اخواني انه في غرامات ماليه على الانديه وعلى الجماهير بالعاب ناريه او برمي علب الماء او شيء زي كذا. صحيح. كثير في غرامات ماليه، فممكن يكون في مشجع يعني من نادي اخر او يعني ممكن يكون دخيل على جماهير الاهلي. فاحنا واجبنا انه نوقف وقفه صادقه ونبتعد عن السب والوقوف مع اللاعبين قلبا وقالبا. جميل. وبالتوفيق للكابتن محمد مسعد ورفقائه لتحقيق بطوله الدوري وتحقيق البطولات القادمه. لعيبتنا متوسط اعمارهم 25 سنه. يعني اطالب الجماهير بالوقفه الصادقه والحضور والتكاتف والتعاون. وما عندي شيء اكثر يعني ازيد عليه، واحب اني انا اوجه تحيه لجميع جماهير الملكي، خاصه اخوي خالد الجحدري واخوي فيصل الجحدري واخوي نجم السلمي واخوي حسان النحاس والاخوان كلهم الاهلاويه جميعا. جميل. خليني بس اسالك، استغل تواجدك معنا بحكم انك يعني انت يعني في رابطه الاهلي ويعني تقومون بعمل كبير اكيد. انا شفنا في مباراه الاتفاق الجماهير قاعده تصفق للاعبين بعد نهايه المباراه رغم الخساره.
يعني قليل ما نشوفها في دورينا صراحة. يعني دائما عندما يخسر الفريق سواء قدم مستوى أو ما قدم مستوى، الجماهير لا تنتظر، غالبا ما تكون غادرت المدرجات. هذه يعني هل كان في اتفاق مسبق أو أنه ردة فعل جماهير طبيعية؟ عشان أكون معك صريح، والله ما فيها أي اتفاق، واشياء كثيره تحصل في مدرجات النادي الاهلي ما يكون فيها اتفاق او ترتيب، لكن تحصل من جماهير راقيه، جماهير واعيه. يعني بصراحه جماهير الاهلي انا يعني ممكن اني انا شهادتي فيهم مجروحه، ما اقدر يعني اقول لك جمهور الاهلي فعلا اول مره جمهور يكون له جمهور. والله انا اعرف جماهير لانديه اخرى، جماهير اتحاديه وهلاليه ونصراويه يتابعوا، مش يتابعوا الاهلي فنيا داخل الملعب، يتابعوا جماهير الاهلي. ايش راح تصنع جماهير الاهلي؟ فجمهور الاهلي اول جمهور يكون له جمهور، جمهور الاهلي اول جمهور يحقق لفريقه بطوله غاليه جدا. بدر وش حابب تسمعنا؟ يعني انت مسمانا يعني نبغى شيء جديد يعني وكذا جميل يعني احرجتك اسمي ولا؟ لا ما يحتاج اسمي، ما يحتاج، يستاهلوا يعني، وجمهور الاهلي وجمهور الملك يستاهل. يعني نحب نقول لهم اهلي ونفدي غالي ونغلي، أهلي ونفدي غالي ونغلي، وما رح نخلي سكر زيادة، لا ما نخلي سكر زيادة، حلا منه وفي سكر زيادة. يا ليلى دانا ويا ليلى دانا ويا ليلى دانا سكر زيادة، وقولوا معانا سكر زيادة. أخضر شعاره ومحلى رجاله، وأخضر شعاره ومحلى رجاله، ويحرق بناره سكر زيادة، ويحرق بناره سكر زيادة. تحياتي لاخوي بدر واخوي هيثم والاخوان جميعا في الكنترول. تحياتنا. الله يعطيكم العافيه. شكرا لك.